تعالى اقول لكم على وصفة القشطوطة اللي عاملة ترند في مصر وقلب الدنيا في محلات الرز بلبن. شايفين الجمال؟ هنشكل منها ونطلع منها كذا شكل، كمان ممكن نعمل منها مشروع لو حابين. هوريكم ازاي تطلعوها زي المحل بالظبط. نبدأ الاول بالكيك او القشطوطة. هي بتبقى عبارة عن كيك مسقي باللبن. هنجيب حاجة اسمها دقيق سبونج، هنزل عليه بالبيض ونص كوباية مية ونضربهم كلهم مرة واحدة كده على بعض لمدة 5 أو 6 دقايق بعجان أو مضرب بيض لحد ما اللون يفتحها ويبقى قوامه بالمنظر ده. هكتب لكم المقادير سهلة وبسيطة، كل حاجة على بعض. لا استخدمنا حليب ولا أي دهون ولا أي حاجة. أنا استخدمت نص كيلو وطلع لي الصاج الكبير ده، لأن أنا كنت حابة إن أنا أوريكم كذا شكل وكذا طعم، وده بيدي كمية كبيرة. نقدر إحنا في البيت نعمل نص الكمية، نستخدم ربع كيلو مع 3 بيضات. اول ما نطلع الكيك بعد ربع ساعه، اول ما يبقى نطلع السكينه تبقى نظيفه، هنشيل نحاول نشيل الوش كده بسهوله، وبعدين نسقيه لبن او نغرقه لبن او لبن وكريمه